مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء لنتحدث من خلاله عن موقف إبراهيم دياز نجم ريال مدريد. هل اختار تمثيل المغرب أم اختار تمثيل إسبانيا؟ الحديث سيكون من مصادر رسمية وليست مقربة، وإنما مصادر رسمية ومسؤولة عن هذا الملف، ملف إبراهيم دياز. بالنسبة اليوم صباح الأحد خرجت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع إبراهيم دياز بقميص المنتخب الوطني المغربي وفوزي القجع. أول شيء، هذه الصورة مفبركة وغير صحيحة. الأمر الثاني، اليوم ريال مدريد يلعب مباراة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو. إبراهيم دياز رفض أن يعلن عن قراره النهائي قبل هذه المباراة، وارتأى أن ينتظر نهاية هذه المباراة ليكون الإعلان سواء مساء الأحد أو يوم الاثنين على أقصى تقدير. بالنسبة لهل اختار المغرب أو اختار إسبانيا، سنحاول أن نتحدث بسرعة حتى لا نأخذ من وقتكم الكثير. المؤكد والرسمي هو أن إبراهيم دياز أخبر ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأمور إيجابية، وأنه يتعامل مع هذا الملف أو مع الطلب المغربي بطريقة إيجابية. إبراهيم دياز يبقى حتى الآن أقرب للمغرب من إسبانيا. لماذا؟ بالنسبة لموقفه مع الاتحاد الإسباني، عنده مشكل مع المدرب. أولا لويس دي لافوينتي مدرب لاروخا المنتخب الإسباني، لأن هذا المدرب اختار عليه لامين يامال قبل فترة، والاتحاد الإسباني سعى خلف لامين يامال نجم برشلونة بسرعة كبيرة في الوقت الذي كان إبراهيم دياز يتألق من قبل سواء مع الميلان أو مع ريال مدريد، ولم يجد أو لم يحظى بأي دعوة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم. هذا الأمر يلعب في صالح الجانب المغربي، وحتى المصادر التي نتواصل معها والمسؤولة عن هذا الملف تؤكد على أن هذه النقطة تلعب في الصالح المغربي. ضف على ذلك هو أن إبراهيم دياز في محادثاته مع بعض مسؤولي الاتحاد الإسباني في الفترة الأخيرة يطالب بضمانات بأن يشارك في اليورو مع منتخب إسبانيا. مدرب لاروخا يرفض أن يتحدث عن ضمانات ويرفض أن يتعامل بهذه الطريقة، ويعتبرها طريقة غير احترافية أو ربما طريقة لا يمكن أن يوافق عليها. وهذا الأمر يلعب كذلك إلى جانب الجهة المغربية أو المسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إبراهيم دياز قبل كأس إفريقيا الأخيرة كان بعيد ربما عن تمثيل المنتخب المغربي، وحتى وليد الركراكي في المؤتمرات الصحفية تحدث عن ذلك وقال: من يريد أن يلعب للمنتخب المغربي مرحب به، ولا يمكن أن نفرض على أحد أن يدافع عن قميص المنتخب المغربي. بعد كأس إفريقيا تغيرت الوقائع والحقائق، وأصبح إبراهيم دياز أكثر تفاعلا، لا إبراهيم ولا كذلك أسرة إبراهيم دياز، مع الطلبات المغربية. وأؤكد لكم صدقا على أنه أقرب مصدر مغربي إلى الملف أكد لي قبل ساعات على أنه الطريقة تغيرت وصارت الأمور إيجابية، عكس ملف لامين يامال. لأنه ملف إبراهيم دياز يختلف عن لامين يامال. لامين يامال من الأول كان قريب، بعد ذلك أصبح بعيدا عن تمثيل المنتخب المغربي وأعلن انضمامه لمنتخب إسبانيا. إبراهيم دياز العكس. إبراهيم دياز لديه مشاكل مع لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، لديه كذلك يريد أن تكون لديه ضمانات للشاركة في اليورو، مقتنع بنسبة كبيرة بالمشروع المغربي. حتى لنفرض جدلا مثل إسبانيا، فهو يرى على أن المشروع المغربي مشروع جيد. المغرب سيحتضن نهائي كأس إفريقيا في النسخة القادمة سنة 2025، سينظم كذلك المونديال. هناك مجموعة من النجوم الذين يعرفهم في المنتخب المغربي، صديقه عبد الصمد الزلزولي، يوسف نصيري مقرب منه أيضا، صديقه أيضا أشرف حكيمي. فهذه الأمور تلعب لصالح الملف المغربي. لكن المؤكد حتى الآن هو أن إبراهيم دياز لم يحسم موقفه بشكل نهائي، وإنما آخر ما أخبر به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت أمور إيجابية، وينتظر بعد مباراة سيلتا فيغو ليعلن عن قراره النهائي، ليس مباشرة بعد المباراة طبعا، ممكن مساء الأحد أو ممكن يوم غد الاثنين. هذا كل ما في ملف إبراهيم دياز. غير ذلك وما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا بالمرة، لأنه ما قلته اليوم أو ما قلته في هذا الفيديو هو نقلا عن المصادر المتابعة لهذا الملف والمقربة بشكل أو بآخر من أسرة إبراهيم دياز ومن إبراهيم دياز نفسه نجم ريال مدريد. نتمنى أن يدافع عن قميص المنتخب المغربي، ولكن هذه رسالة أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأن المغرب فيه المواهب والمواهب موجودة، ولا يمكن أن نسعى دائما خلف المواهب المغربية طبعا التي
رأت النور في أوروبا وعاشت في أوروبا، وإنما يجب أن نستفيد من التكوين الأوروبي ونقول لدينا مواهب يجب أن نمد لها يد العون، وتكون هناك مراكز تكوين كبيرة، وتكون يكون اهتمام بالمواهب المغربية من أجل أن نستثمر فيها، وتقدم هي أفضل ما لديها وتدافع عن قميص المنتخب المغربي في السنوات القادمة، وليس أن نظل نسبح في العشوائية. الدوري يعاني الأمرين، مشاكل بالجملة، لا تكوين ولا شيء، وعندما يبرز نجم نسعى وراءه بكل ما لدينا، وننسى أنه علينا أن تكون لدينا مراكز تكوين من المستوى العالي ونكون مواهب، لأنه حتى في أقسام الهواة هناك مواهب كبيرة إذا وجدت الرعاية ستقول كلمتها سواء في قسم الاحتراف أو في عالم الاحتراف.